السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بالف صحه وخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم طريقه حلوه قوي لحمص الشام. بيدفي ومفيد طبعا في الجو البرد ده. هنعمله مع بعض ان شاء الله النهارده في حله الضغط زينوكس 12 لتر. لو ما عندكيش مش مشكله، ممكن تعمليها في اي حله، بس هو بينجز معايا بس في الوقت في حله الضغط. هياخد مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع في الحله، لكن لو حله عاديه يعني ممكن ياخد ساعتين كده على النار. بس المتاح عندك اعملي فيه ان شاء الله. النهارده الطريقه هتبقى سهله وبسيطه وهتطلع معاكي احلى حمص شام. هيبقى لذيذ جدا وطعمه حلو وبيدفي وكمان مفيد جدا جدا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله، وتقولوا رايكم فيه ايه. لو عجبكم فيديو النهارده بعد مشاهدته، يا ريت تدعموني وتشجعوني وتسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير. يلا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا النهارده. انا معايا كوبايه حمص شام. طبعا الكميه حسب عدد افراد الاسره وحسب ما انت عايزه تعملي، كتري تقللي براحتك. ده مج شاي غسلته كويس قوي. طبعا زي ما احنا عارفين بتبقى موجوده عند العطار، بتبقى مليانه تراب ومليانه العفش كده اللي بيبقى فيها اللي طالع منها من الارض، وكمان بتبقى مرشوشه مبيدات، ولازم نغسلها كويس قوي كذا مره. وبعد كده نقعتها قبلها بليله، وبعد برضو ما تاني يوم غسلتها كويس قوي وصفتها. انا جايبه الحبه الكبيره او المستورده اهي. في بيبقى البلدي بيبقى الحبه بتاعته اصغر من كده شويه، بس دي بتبقى طعمها احلى وبتستوي، بتبقى كمان بتكبر لما بتستوي اكتر من كده بتبقى احلى بصراحه. وطبعا زي ما قلت لك الكميه براحتك، يعني ده مج شاي. معايا جزرتين كبار بشراهم، بشر اهو كبير، ومعايا طماطميتين برضو وسط كده بشراهم، ومعايا ليمونه مقطعها شرايح، وكام فص ثوم، وبصلايه وسط، وهحتاج حبه بابريكا وكمون. عايزه تحطي شطه، عايزه تحطي فلفل حراق براحتك برضو، ده اختياري. ومش هنحط الملح طالما احنا هنعمل في حله الضغط، مش بينفع نحط فيها ملح. حتى من ضمن الارشادات المكتوبه في الكتالوج بتاعها انك ما تحطيش فيها ملح وتشغليها، ده بيأثر على الحله، ممكن تتخرم يعني مش هتعيش اكتر يعني. لكن لو تعمليها في حله عاديه يبقى هنملح ونحط الملح بتاعنا طبيعي جدا. هحتاج كمان معلقه صلصه عشان تدي لون حلو للميه بتاعتنا بتاعت الحمص الشام. بس كده مكونات سهله وبسيطه وجميله جدا، هتطلع معاكي احلى حمص شام. يلا نشوف بقى هنعمل ايه بقى مع بعض. بصوا حبايبي، انا جهزت اهو الحله. كذا مره انا قلت لكم ازاي بنشغلها، وعملت لكم فيديوهات كتير قوي ان طريقه التشغيل وبنستخدمها ازاي. دلوقتي انا هحط برده كل المكونات بتاعتي اهو. هحط الليمون والبصل والثوم والطماطم، وكمان هنحط الجزر، وهنحط كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي. ونحط بقى الميه كمان بتاعتنا، وهنحط اهم حاجه الميه بتاعتنا. بص هي عندك الماكسيموم لحد هنا. طبعا احنا مش ما نوصلش يعني ايه، ما تعديش هنا، ما تعديش العلامه دي، ما تعديش من فوقيها، تحطي لحد تحتها. يعني احنا طبعا مش هنحط كل ده، هيبقى ميه كتير. احنا هنحط يعني لحد مثلا على كده هنا كده مثلا، هتبقى كتير قوي، فمش محتاجين احنا كل الميه هتبقى دي يعني. وبرده حسب حجم الحاجات اللي انت حطاها، يعني انت لو حاطه اكتر علي شويه برده في الميه عشان تستوي. بس كده انا هحط بقى دلوقتي معلقه الصلصه والميه، ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، هحط معلقه صلصه كبيره اهي. تمام. ونبتدي بقى نحط الميه بتاعتنا زي ما قلت لكم، ما نعديش العلامه. وبرده حسب ما المكونات اللي عندك موجوده قد ايه. انا هحط كمان قد الميه دي تاني، واقلبها كويس قوي، اقلب كل المكونات عشان تدوب بالتوابل معايا، ونحطها على النار. بصوا يا حبايبي، انا حطيت الميه، بصوا زي ما قلت لكم العلامه اهي، انا حاطه تحتها بكتير. قلبت طبعا كل المكونات بتاعتي عشان يدوب البابريكا والصلصه والكمون. وزي ما قلت لكم احنا مش هنحط ملح دلوقتي، هنحطه في الاخر خالص. دي بقى يعني علشان مستخدمين حله الضغط، لكن لو انت مستخدمه الحله العاديه هحطي طبعا الملح من الاول. انا حطيتها على عين ومعليه عليها. وهنبتدي كمان نحط الغطا اهو، الغطا بقى كويس
تمام. وهي بقى علشان هي احنا هنستخدم خضار يعتبر، هنحط العلامه دي. بصوا يعني ده الخضار، العلامه اللي في النص ده دي، تمام. ده الخضار وده البخار، وده لو هتستخدمي لحوم عموما اهو. ده الخضار. احنا هنخلي المؤشر يبقى على الاول البخار هنا، وبعد كده نبقى نحطه على الخضار، تمام. بعد ما نبتدي نعمل على البخار يطلع معانا البخار من هنا، وتبتدي يطلع ليها صوت، نبتدي نعملها على مؤشر الخضار ونوطي. بعد ما نعملها على مؤشر الخضار بالشكل ده، نوطي النار خالص شعلة، وتبتدي تحسبي النص ساعة او الساعة الا ربع من بعد ما بنوطي النار. من بعد ما بنوطي النار بنبتدي نحسب، يعني مش اول ما حطينا الحلة على النار بنبتدي نحسب الوقت، لا، احنا من اول ما تبتدي تصفر ونوطي النار بنبتدي نحسب لها نص ساعة. نص ساعة وتستوي، وارجع لكم تاني اوريكم استوت ازاي وبقت جميلة جدا الحمص الشام، واستوى خالص معايا. تخلص واوريكم. بصوا حبايبي اهو ابتدت اهي تبتدي غلت، والدخان اهو ابتدى يطلع اهو. بنبتدي بقى نوطي العين خالص اهو، ونبتدي كمان نحرك المؤشر على الخضار زي ما قلت لكم كده، ونسيبها من بعد ما وطينا عليها نص ساعة او ساعة الا ربع، وهتبقى كده استوت وتمام التمام. تستوي وتخلص واصور لكم تاني. بصوا حبايبي بعد دلوقتي ما خلص المده بتاعت سوى الحمص الشام، قعد ساعه الا ربع على النار. انا سبته. بصوا انا بقى بعمل ايه، هقول لكم انا بعمل ايه، وهقول لكم برده لو حابين مستعجلين تعملوا ايه. انتوا لو مستعجلين وعايزين تفتحوا الحله وانتي لسه طافيه عليها دلوقتي، طبعا انا مش بنصح بالموضوع ده، بس يعني في ناس بتعمل كده. تاخدي الحله كلها وتحطيها في الحوض وتفتحي عليها لحد ما كل الحله تبرد معاكي خالص، وبعد كده برده تجيبيها على مؤشر البخار، لو موجود فيها حبه بخار كده يطلعوا منها. وفي بقى اللي بيعمل زي كده، ان بعد ما نطفي عليها، لو انت مش مستعجله بقى، تطفي عليها وتسيبيها شويه كده على البوتاجاز، ما تحوليش المؤشر بتاع البخار خالص، تسيبيها كده مثلا قد ربع ساعه تهدى خالص، وبعد كده تروحي جايبه مؤشر البخار. بصوا، فلما جبت مؤشر البخار ما طلعش اي بخار، هي هديت شويه كده معاه. دي امن حاجه وامن طريقه عشان بعد كده تفتحي بيها الحل. بصي بقى بعد كده، بسم الله، انا سبتها قد ربع ساعه كده على البوتاجاز بعد ما خلصت، علشان اقدر بعد كده افتح عليها وتكون البخار بتاعها يعني، او اغلب البخار مش موجود. بصوا ما شاء الله عليها، لونها حلو قوي، الميه بتاعتها بصوا. وطبعا الجزر جميل جدا ومفيد وبتدفي ومفيده قوي 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 في الشتاء. بصوا، وطبعا استوت جميله جميله جميله، بس ما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود. وقلت لك لو عايزه تعمليها في الحله العاديه، هي بس هتطلع بالظبط زي كده، بس هتاخد بس وقت طويل شويه على النار عن حله الضغط اللي بتنجز بس معايا. بس اهي الطريقه سهله وبسيطه وجميله. يلا نغرفها بقى مع بعض ونشوف هنقدمها ازاي. بصوا حبايبي اهو بعد ما استوت وتمام التمام جميله جدا، هبتدي برضو احط لها ملح. انا هحط الملح طبعا في الحله كلها، ممكن نديها غلوه كمان كده بسيطه عشان تشرب الملح وتشرب الحياء بتاع الملح في الاخير كده، بما اننا مش بنقدر نحط ملح في حله الضغط وهي بتغلي على النار، ممكن نحط لها نحيقها ونديها غلوه كده. هبتدي بقى احط لها الملح اللي انا عايزاه. حابه بقى تحطي شطه، حابه تحطي توابل تاني زياده زي الكمون مثلا، نحط كمان رشه كمون كده اهي. جميله جدا جدا جدا، بتدفي وصحيه ومفيده، والاولاد هتعجبهم جدا جدا. بصوا انا عايزه اوريكم بقى برضو واحده. بصوا استوت ازاي، استوت خالص، ما خدتش معايا في حله الضغط غير ساعه الا ربع بالظبط، وكانت استوت معايا. طريقه سهله وحلوه قوي ومفيده، ومشروب بيدفينا في الشتاء، وجميله جدا وصحيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك عليه وتسيبوا لي كومنت يشجعني في التعليقات اني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.